السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا أولا نعزي أهالينا في سوريا وتركيا، سوريا الشقيقة وتركيا الشقيقة. طبعا مأساة كبيرة، زلزال أثر في قلوبنا. طبعا سمعنا بالخبر ده يعني زعلنا جدا جدا وأثر في مشاعرنا، فنحن لا يسعنا غير نقول لهم ربنا يصلح حالكم ويسهل أموركم، وإن شاء الله تتعوضوا أكتر فأكتر. الله ما بظلم زول، فإن شاء الله ترجعوا أقوى، وسوريا أقوى وتركيا أقوى، والأمة الإسلامية والدول العربية تكون بألف خير. طبعا موضوع حلقتنا الليلة حنتكلم عن ما هي التشكيلة اللي حيلعب بها الهلال ضد سان داونز. التشكيلة حتكون عموميا اللي بتكون ياخد بها أبطال أفريقيا. المواجهات اللي حتكون نارية جدا، أولها مع سان داونز يوم السبت، عصر السبت، حتكون من أقوى المباريات. طبعا الأجواء زي ما بقول أجواء باردة. طبعا نحن ناس محترفين، لعيبة محترفين، مدرب فلوران محترف، يعني ما اعذار حياة زي دي ما حتأثر فينا ولا حنهتم بها، لأنه خلاص نحن ما من الماضي يعني الزمان. يعني ممكن يقول لك الجمهور له أثر. الزمن ده أو كورتنا الحالية دي أدائك في الملعب ولياقتك البدنية هي اللي بتنقذك وهي اللي بتأثر فيك، ما في جمهور بيأثر. طبعا الجمهور ما ننكر حقه، الجمهور هو يعني أقول لك هو اللاعب ال 12 في الفريق، لكن برضو نحن بنتمنى إنه الهلال ما يعاين للحياة التانية، ما يعاين مثلا الأجواء باردة الأجواء ساخنة، ما بيهمنا. نحن بتهمنا النتيجة وأداء وأسلوب راقي واستحواذ وأهداف ودفاع ممتد من طرف إلى عمق الدفاع. فدي أهم مواصفات للاعب اللي دايرينه في الملعب وللمجموعة عامة. طبعا أشكر أي شخص يعني فقدني في الفترة اللي كنت اختفيت فيها أسبوعين على ما أعتقد من التصوير، وشكرا لقناة استلم مورر طبعا وقفوا معاي وفانتاكتيك، وطبعا قناة فانتاكتيك والأستاذ محمد الوسيلة. طبعا ديل يعني سألوا مني وقال لي وين مختفي في الفترة اللي فاتت. شكرا على الاهتمام، وشكرا للكادر المصور خلف الكاميرات واللي منتج الفيديوهات. طبعا دي الناس تعبانين جدا ومقدرين مجهودهم وانا مقدر مجهودهم. فطبعا ما نطلع من اطار الموضوع ونكون في قلب الحدث. ما هي التشكيلة التي سوف يلعب بها الهلال؟ حنتكلم عنها. طبعا ما تنسى اللايك والاشتراك ونخش في صلب الموضوع وما يهمنا في هذا الموضوع. طبعا الهلال عمل معسكر وشفنا اللعيبة اللي ظهروا الأجانب واللعيبة الوطنيين، وشفنا منو اللي بيقدر يمكن يلعب في المباراة ومنو اللي عنده إصرار يسهر أمام صن داونز وأمام أندية كبيرة جدا في بطولة أبطال أفريقيا. فطبعا التشكيلة حاليا فيها شكوك كبيرة يعني، وأنا ممكن أديكم تشكيلة 90% حتكون يلعب بها يوم السبت. تشكيلة حتكون اللي هي مطروحة حاليا للمدرب فلوران. يعني أنا شاكي و90% يمكن دي التشكيلة اللي يمكن يخش بها فلوران. طبعا حتكلم عن ضيوف اللاعب السنغالي اللي كان لعب في بطولة الشان الافريقية اللي فازوا بها، ضيوف مدافع قوي. فالناس تتكلم هل هو يشارك او لا يشارك، حتكلم عنه في نهاية الحلقة. يكون عنده جزء مهم جدا ودور مهم جدا في الهلال، وبرضه حندي جزء ان شاء الله. طبعا الهلال في حراسة المرمى معروف ابو 20 هو اللي حاليا جاهز، ويمكن ابوجا، لانه ابوجا طبعا اخر مباراة ودية شارك في المعسكرات اللي فاتت. طبعا لو سألتها عيسى فوفان مختفي تماما، يعني كان في فترة طويلة وما بين تمرينين وثلاثة حيكون لك جاهز في مباراة كبيرة جدا زي عماد الصيني في الوسط حيجيو برضه. اما في خط الدفاع حيلعب ب الطيب عبد الرازق، ويمكن يلعب بيمين اطهر الطاهر. طبعا موجود حاليا في قلب الدفاع اللي مجاور للطيب عبد الرازق احمد يحيى، طبعا لاعب صعد من الشباب جا التيم الاول وابهرنا بمستواه في خط الدفاع وثباته. ثاني ابراهيم ايمورو طبعا حيشارك ظهير ايسر، ده اللي يعني محتاجين عليه، اللي حنشوف خط دفاعي وخط دفاع اضطراري. يعني طبعا في ايرينج ماف اصابه، يعني انا اقول لك جمله من اللاعبين وشله من اللاعبين مختفيين تماما، وده ممكن يؤثر. لكن الهلال بمن حضر. اما في خط الوسط اللي يمكن نشوف يعني غياب كبير، شله من اللاعبين، صلاح عادل
اللي مختفي له فترة كبيرة جدا بسبب الإصابة، فبنتمرر رجوعه. ده بكون ثنائية بين الصين وصلاح عادل، لو رجعوا سوا يمكن يكونوا ثنائية. في حلقة فاتت أنا قلت اتكلمت عن عماد الصيني، يمكن يخلقوا ثنائية يعني مبهرة تماما في الحتة دي. أما حيكون معاه السمو المرقني. السمو المرقني حيكون ارتكاز على ما أعتقد. اللي حيكونوا مع أبو عاقلة مساندين له في خط الوسط والد الدين بوجبا وديفيد أبانجا، ديل اللي يمكن مطروحين في الساحة حاليا بعد الجاجون حاليا ما مستعد من مستواه، المدرب ما راضي عن مستواه اللي بيقدمه حاليا، فده برضو بيأثر على أداء خط الوسط. دي أبرز تشكيلة يمكن في الوسط يخش بها ثلاثي، يعني يقول لك يمكن يكون له أثر كبير في هذه المباراة، لأنه دائما اللاعب الاضطراري لازم يكون أقوى بكثير من اللاعب اللي كان أساسي أصلا محتاج في مركزه ده. فأنت لاعب داخل يعني كبديل لازم تثبت نفسك عشان تصل للحاجة دي، وحاجة ممتازة من فلوران وممكن تؤثر 90 يعني 90% من أداء الفريق يكون بسبب الثلاثي الوسط، لأنه الوسط دائما يعني هو بيقولوا عليه الارتكاز، هو بيقولوا عليه يعني اللي بيشمل الفريق مع حراسة المرمى والدفاع له دوره، لكن الوسط دائما يكون عندك ثلاثي ثابت قوي متمكن مرس بدنيا وفنيا، ده اللي يمكن ينقذ فريقك في أكثر المواقف حرجا. أما خط الهجوم المحتاج في قلب الهجوم عندنا محمد عبد الرحمن القربال، وعلى يساره مكابي ليليوبيو، وعلى يمينه جاجو. دي طبعا دي التشكيلة اللي حاليا حيخش بها الهلال. طبعا تشكيلة لو راجعناها وعمقنا فيها شوية انه تشكيلة حسابها تشكيلة. هل المدرب ده يمكن يلعب تشكيلة هجومية؟ هل هيلعب كورة هجومية فلوران بالتشكيلة اللي انا طرحتها قبل شوية؟ يا عزيزي المشاهد يمكن يخش بكورة مفتوحة، لكن الاسماء المطروحة حاليا هي اكتر شيء بتجيد الدفاع، حتى المهاجم بيجيد دفاع، فالحاجة دي كويسة ومفيدة لأنه نحن بنلعب خارج أرضنا في جنوب أفريقيا أمام سان داونز. أما موضوع الضيوف، اللاعب السنغالي اللي حيكون أقوى صفقة في نادي الهلال، أنا شايفها من أفضل الصفقات إن لم تكن الأفضل، لكن حتكون صفقة قوية لو جاء الهلال، وهو كان في تنزانيا لأنه كان في أوراق وحياة بناقشها مع الإدارة، وحيجي جنوب أفريقيا وحتمرن تمرينين، لكن احتمال كبير، وأنا أقول لكم احتمال كبير مباراة صن داونز ما حيشارك، وخلاص اطمنوا يعني مباراة صن داونز ما حيشارك، رغم يعني بيصير خيبة أمل للمشجعين إنه كيف ما حيشارك. اللاعب مهما كان لعب بطولات جاي من كاس العالم، ليو ميسي جاي من كاس العالم، ما حيشارك من اول مباراه مهما انت كنت في الفورمه، مهما انت كنت في المستوى، ما حتلعب بالمستوى المحتاج، لانك بتكون اخذت اجازه وما اندمجت مع الفريق. يعني اسي الفريق ده حاليا هو جديد، يعني ما اندمج مع اللاعبين لسه، مع المجموعه، مع ال الافراد في الملعب، ولسه ما قرا افكار فلوران وادواره مع فلوران. عشان كده ده محتاج مباريات في الدوري لو الدوري رجع بعد مباراة سان داونز، او وخوض مباراة ودية لاكتر المنظومة ذاتها تتفاهم اكتر مع بعضها، ده بساعد كتير. فطبعا ده شايفه حاليا في تشكيلة الهلال، واللي شايفه انه ضيوف ما حيشارك. اما السؤال المتكرر ليش عندنا الصيني ما حيشارك؟ الصيني ده ما حيشارك لانه لسه يعني هو لسه ما جهز بدنيا، وزول توقف له سنة كاملة عن ممارسة كرة القدم، كان موقف سنة كاملة يعني خلاص، يعني موضوع انسو. الزول ده ممكن 3 مباريات في دوري ابطال افريقيا ما حيشارك، يمكن احتمال كبير يشارك في الدوري لانه الدوري ما زي الريتم اللي بيكون في ابطال افريقيا. فطبعا دي كانت حلقة الليلة، ما تنسى لايكك واشتراكك، دايرين نوصل باقرب وقت ل 500 مشترك، يعني ده اقرب شيء انا داير اصل له واقل شيء، وانا عارفكم يعني بتعملوا اللي عليكم. دي كانت حلقة الليلة، ما تنسون اللايك، واستودعكم